السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ اليوم جيتكم بجدول، إذا أحد مسوي مثله تعالوا عاتبوني. هذا هدية مني لكم. يبلش 1/4. يبلش 1/4. عندنا بيه مراجعتين بعد ما حددوا جدول الامتحانات إنه 21/6 تبلش، وهو أكو احتمال للتأجيل، بس إحنا نمشي على هذا اليوم. عندنا أول شي نبلش بالرياضيات من يوم 1/4 إلى 11/4. كم يوم؟ 11 يوم. نجي على الفيزياء من 12/4 إلى 21/4، 10 أيام. استراحة العيد، شوف حتى بالعيد ما نسيتكم، اعطيتكم يومين، 22/4 و23/4 هاي استراحة. نرجع وبقوة، يعني مو هيك شلون ما كان. نرجع كيمياء من 24/4 إلى 2/5، 9 أيام. نجي على أحياء من 3/5 إلى 10/5، همين 8 أيام. العربي من 11/5 إلى 19/5، 9 أيام. الإنجليزي من 20/5 إلى 28/5، هم 9 أيام. وعندنا ملاحظة: الإسلامية تقرأ على طول فترة المراجعة يوميا ساعة واحدة إذا قاريها، وإذا ما قاريها ساعتين يوميا. وهنا نقول المراجعة الأولى تمت بحمد الله. أنا هذا الجدول مسويه على مستوى، ما خليت واحد شاطر وواحد وسط وهيك، مستوى عام، وانت تقدر تعدل عليه براحتك. تضيف من هنا، يعني اذا عندك رياضيات 11 يوم هواي ضيف لها، على العربي انت بكيفك، بس هذا الجدول امشي عليه وان شاء الله ما تخسر. خلينا نجيب المراجعة الثانية واجيكم. هاي جبت المراجعة الثانية، عندنا 18 يوم. كل مادة خليت لها 3 أيام. الرياضيات من 29/5 إلى 1/6، 3 أيام. الفيزياء خليت لها هم 3 أيام، من 2/6 إلى 4/6، 3 أيام. الكيمياء من 5/6 إلى 7/6، هم 3 أيام. والأحياء من 8/6 إلى 10/6، 3 أيام. العربي من 7/6 إلى 13/6، 3 أيام. الإنجليزي من 14/6 إلى 16/6، هم 3 أيام. الإسلامية عندنا من 17/6 إلى 21/6، 5 أيام. وهنا يوم 22/6 أبطال الأحياء يوم أخذ الثار من السادس. هنا تجيبون 100 وتجون بحيل الله للبيت. خلنا نجيب لكم المفاجأة ثواني. وهذا جبت لكم جدول الدراسة اليومي، انتوا تقدرون تعدلون عليه، بس اني على مستوى الطلاب جميعا همين اريدكم تمشون على هذا الجدول. وهو صح رمضان، بس انتوا انا يعني ما شبيدي اقول لكم لا تصومون، انتوا بكيفكم. تقعد 6 الصبح 9 راح تقرأ 3 ساعات، من 9 10 راحة وتتريق، من 10 12 دراسة هم ساعتين، قد صارن 5. عندنا من 12 1 راح تصلي وتتغدى. من 1 3 أريد نوم على مود تقعد بنشاط، راح تقرأ له من 3 7 4 ساعات. من 7 8 ونص هم براحة مع عشاء. من 8 ونص 11 راح تقرأ لي 2 ساعة ونص. من 11 إلى 6 صباحا هاي هنا أريد نوم، عدد ساعات 11 ساعة ونص. لو تقرأ لي بتركيز، يعني أنت تطير لي من كل مرة كل ساعة 10 دقائق اقرأ لي ب10، هنا أنت بتركيز يعني كلش زين. وهسه انتظروا المفاجأة اليوم، أترسكم مفاجآت. نجيب لكم الرياضيات، احنا ايش قد نخلي لها بالمراجعة الأولى 11 يوم، ايش كم فصل هي 5. العفو. عندنا الفصل الأول مخلي له يوم ونصف، الثاني يوم ونصف، ايش قد صارن 3 أيام. الثالث مخلي له 4 أيام، صارن 7. الرابع مخلي له يومين ونص، ايش قد صارن 9 ونص. والخامس يوم ونص، صارن 11 يوم. انتظروا. ونجيب لكم الفيزياء،
الفيزياء مخلي لها 10 أيام وهي بها 8 أفصل. نجي على الفصل الأول مخلي له يوم ونصف، الفصل الثاني يوم ونصف، صارن 3 أيام، الثالث مخلي له يومين، هاي 5 أيام، والباقي الفصول على يوم ويوم، 5 أيام صارت 10. أنا أريدكم تركزوا لي على الوزاريات بهاي المراجعة الأولى، إيش قد ما تقدر ركز واقرأ. ونجيب لكم الكيمياء، هي كم يوم؟ مخلي لها بالمراجعة الأولى 9، عدد الأفصل هي 8. خليت لكم للفصل الأول يوم، الفصل الثاني يوم، الثالث مخلي له يومين، شو صارن 4، الرابع يوم، الخامس يوم، السادس مخلي له يوم ونص، والسابع يوم. هذا النص يوم مع الثامن ويا السادس أريده بنص يوم، لأن هو ما بي صفحتين اقرون بس الوزاريات من عنده. أنا ما راح أقول لكم باقي الفصول اقروا بس وزاريات، بس الثامن اقروا بس وزاريات، وإذا ما لقيتون قدامكم تعالوا عاتبوني. يعني هنا مو عندنا يوم ونص، ويا النص يوم ما السادس أقرأ هذا الثامن، وراح يبقى لي آخر يوم أقرأ بيه السابع، وانتظروا خلينا نجيب لكم الباقيات. وهاي الأحياء، عدد الأيام خلي لها بالجدول المراجعة الأولى 8 أيام. وعدد الأفصل 3. هاي إذا مو 100 أزعل عليكم. الفصل الأول مخلي له يومين ونص، الفصل الثاني يومين ونص 5 أيام، والثالث 3 أيام، هاي 8. أريدكم الوزاريات ما بديكم أقرأ. نجي على العربي. الأدب بي وقواعد. الأدب مخليت لنا 5 أيام لأن درخي، والقواعد 4 أيام. أنت تقدر تخلي للأدب 4 أيام إذا قووا بالأدب، وللقواعد 5 أيام بالعكس حسب الطالب. وأخير مادة عندنا الإنجليزي، عدد الأيام 9، عدد الأفصل 8. المادة وعدد الأيام، اليونت الأول يوم هو وقطعة يعني أريدكم تقرونه، والثاني هم يوم، والثالث اليونت الثالث هم يوم. عندنا رابع يوم اقروا لمحمد خضير بيوم، عندنا اليونت الخامس بيوم، ويونت السادس يوم، يونت السابع بيوم، واليوم الثامن اقروا لي كاثرين هم. ركزون على وزارياتها. راح يبقى عندنا يوم تقروا لي بيه، عندنا يمكن الدرس الأول من الفصل من اليونت الثامن اقروا للقطعة الخارجية. وأتمنى لكم التوفيق جاه الحبيب محمد.